احنا قلنا ان انا لازم استخدم غرف تفتيش عشان اصرف عليها الصرف التقيل بتاعي قبل ما يروح على المطبق العمومي، والمطبق هو البلاعه اللي موجوده في الشارع قدام المبنى بتاعك او الفيلا بتاعك اللي عليها الصرف العمومي. طيب ده بالنسبه للصرف التقيل. الصرف الخفيف بقى الاحواض والغسالات والبانيو والكلام ده كله بيروح فين؟ هل بيروح على غرفه تفتيش برضو؟ ايوه طبعا لازم كله يروح على غرفه التفتيش الاول، بس دول بالذات اللي هو الصرف الخفيف بنوديه على حاجه اسمها جاليتراب الاول، والجاليتراب ده زيه زي غرفه التفتيش بالظبط بس اصغر في الحجم وبيخش عليه الصرف التقيل خالص. كمان صرف المطر بيكون ليه ماسوره صرف لوحدها وبرده بتروح على الجاليتراب الاول عشان لو حصل اي انسداد لا قدر الله اقدر اصلحها من الجاليتراب ده، ويكون في فصل تام ما بين الصرف التقيل والخفيف والصرف العمومي. ده الصح والمفروض يتعمل. مش هتستفاد حاجه لما توفر وتعمل كارثه بعد كده. انتوا اللي بتتعبوا والله في الاخر. وبلاش الاختراع العجيب اللي بنسميه المزراب ده. عشان نوفر ثمن ماسوره صرف المطر نحط المزراب ده بقى في كل حته، البلكونات والاسطح، ومع شويه ميه بتلاقي العماره بتنقط من كل حته كانها عماره مخرمه من كل الاتجاهات. ولو مش مصدقني امشي في اسكندريه او في اي منطقه ساحليه وشوف الدنيا بتبقى عامله ازاي. ما تنساش بقى الجرجوري اللي بيتحط في اوطى نقطه في السطح كانه بيبقى كده بيجمع ميه المطر كلها وبنصرفها عن طريق ماسوره الصرف لغايه الجريتراب. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.